السلام عليكم، أهلًا بيكم حبايبي كلّكم في مطبخ ميرا. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل النهارده وصفة في 7 دقايق وبس من غير فرن ومن غير حاجة خالص. هنعمل مع بعض النهارده صينية البطاطس أو هنسميها الني في ني يعني. في مننا كتير أوي بيعمل صينية البطاطس في الفرن ولازم تبقى اعتماد أساسي إن هي تدخل الفرن. تعالوا النهارده أوريكم أنا باعمل صينية البطاطس الني في ني إزاي، وكمان هاعملها بكل تفاصيلها معاكم من الألف للياء. هنا أنا كنت باقطّع البطاطس كده يعني باقطّعها شرايح سميكة شوية زي ما أنتم شايفين، ممكن نقول سمك 1 سنتي على طول كده. طبعًا باختار البطاطس ما تبقاش كبيرة أوي علشان تطلّع معايا كلّه في سِوَى واحد، وكمان يبقى شكلها لطيف ما يبقاش شكلها وِحِش. على طول كده باقطّع البطاطس بتاعتي، وطبعًا محضّرة معايا الطبق فيه مَيّة على طول باقطّع كده البطاطس فيه، علشان البطاطس بتاعتي ما تغيّرش لونها. على طول كده طبعًا هاحتاج معايا طماطم فريش وده أهم حاجة. هاحتاج معايا نُص كيلو من الطماطم أهو زي ما أنتم شايفين كده، هاحط عليهم شوية مَيّة وعلى طول على الخلاط بتاعنا ضرب ناعم جدًا. طبعًا في ناس ما بتصفّيش الطماطم بتاعتها اللي بتبقى مضروبة في الخلاط، وخصوصًا لمّا بتبقى معانا الوصفة محتاجة إن الطماطم تبقى مضروبة ناعم. لأ أنا هنا باصفّي الطماطم الوصفات بتاعتي أنا ما باستغناش عن الطماطم لمّا تكون متصفية وده أهم وصفة، سواء حتى لو أنا مسوياها أو لأ. يالّا على طول كده اعملي لايك، اعملي شير، اعملي سبسكرايب لو أنتِ أول مرّة تدخلي القناة بتاعتي، وأهلًا وسهلًا بيكِ نورتيني. على طول بقى هاصفّي المَيّة اللي على البطاطس دي ويالّا بينا نكمّل ونشوف هنعمل إيه. معايا بصلتين صغيّرين كده أو بصلتين وسط، هاقطّعهم تقطيعة عشوائية جدًا، مش شرط أبدًا إن هي تكون حلقات ولا مكعبات ولا أي حاجة، اللي تحبيه اعمليه. على طول كده تقطيع سريع. أنا حبيت إن الوصفة دي تكون لوحدها في فيديو كده خفيف، طبعًا الفيديو مش هيكون طويل ولا أي حاجة خالص، علشان بس في بنوتات صغيرين لسه مش عارفين يعملوها، وكمان في ناس ما عندهاش فكرة عن البطاطس اللي بتتعمل على النار كده ني في ني أو صينية البطاطس يعني بدون فرن. فيا رب كده الفيديو يعجبكم، وكمان ينفع بناتنا الصغيرين اللي لسه بيتعلموا المطبخ. على طول معايا فلفل بارد كده وفلفل حامي، طبعًا تقدري تحطي ده لوحده وده لوحده على حسب اختيارِك أنتِ. حتى الفلفل معانا كمان هاقطّعه تقطيع برضه عشوائي كده، مش مطلوب منِّك في الوصفة دي إنِّك تلتزمي أبدًا لا بتقطيع ولا بحجم. أنا حطيت كده يعني ممكن نقول فلفلاية رومي وفلفلاية كمان فلفل حامي كده، تقدري تستغني عنه لو أنتِ مش بتحبي الحاجة الspicy. بس كده خلاص أهو. على طول بقى هاعمل إيه، كده محتاجة معايا شوية توابل حلوين، وكمان محتاجة معايا معلقة توم محترمة. هاحط معايا فلفل أسود كده، وأحط معايا كمان بهارات. البهارات بتاعتي دي مشكلة، يعني فيها الكزبرة وفيها الكمون بقى وفيها شوية الشطة بتوعي اللي ممكن أحتاجهم في الوصفة بتاعتي، وأحط كمان يعني رشة خفيفة كده من البابريكا، ممكن نقول ربع معلقة كبيرة أو حتى نص معلقة صغيرة. وعلى طول كده هاحط معايا شوية بهارات فراخ مكان الماجي. في وصفات كده أنا باحط فيها ماجي، وفي حاجات تانية أنا باستغنى عنها وباحط شوية البهارات الفراخ دول بيقوموا معايا بدور الماجي بالضبط. ده حبهان ولورا مطحونين، ده كمان كوبابا صيني كده وزر الوردة مطحونين مع بعض. هاحط رشة خفيفة من ده ورشة خفيفة من ده، وكده خلاص البهارات بتاعتي كاملة. أنا بس هاعمل شوية توم كده حلوين، هازودهم شوية كوبابا صيني وزر الوردة زي ما قُلت لكم قبل كده لمّا باطحنهم مع التوم بيودّوا الوصفة بتاعتي لحتة تانية خالص، حتى ريحة التوم نفسها وأنتِ بتدوقيها هتسمعي أو هتشمي يعني ريحة كده ما حصلتش. على طول كده الوصفة بتاعتنا سهلة مكوناتها جميلة بس الطعم لا يُعلى عليه. على طول كده أنا تقريبا معاكم في الوصفة دي خطوة بخطوة، ما عملتش حاجة غير وأنا معاكم، ما حضرتش حتى حاجة ولا قطعت حاجة، كله كان معاكم من الألف للياء. وده طبعا لأن الوصفة بتاعتنا أسهل مما يكون، ولكن طعمها زي ما قلت لكم خطير بجد. هاخد كده معلقة توم كده من اللي أنا حضرتها معاكم، وأحط كمان شوية زيت مش كتير، لأن الغرض من الوصفة دي إن هي تبعدنا شوية عن المسبك وتبعدنا شوية عن الحاجات اللي واخدة زيت كتير. فأنا هاحط كده شوية زيت صغيرين زي ما انتم شايفين، يعني ممكن نقول 3، 4 معالق بس على صينية البطاطس دي كلها، فيعتبر مش كتير. هابتدي بقى إن أنا أفرُك الحاجات دي كلها ببعضها كويس جدًا، هاطلّع بقى العصارة بتاعة البصل علشان تدّيني طعم حلو، وكمان هادخّل باقي الأطعمة بتاعتي في بعضها. هاصفّي بقى البطاطس بتاعتي دي اتصفِّت أهي،
هانزّل على طول البطاطس بتاعتي، هابتدي إن أنا أقلّبها تقليبة خفيفة خالص، وهاصفّي عليها الطماطم زي ما قُلت لكم. لو أنتِ من الناس اللي طالما استكفيتِ بإن الطماطم مضروبة كويس أو مفرومة كويس في الخلاط مش هتصفّيها، تقدري تنزّليها على طول، وطبعًا دي حرية شخصية بتاعتِك أنتِ. أنا هنا زي ما قُلت لِك أنا باحب الطماطم متصفية، هاجيب مصفى كده على طول وأصفّي الطماطم بتاعتي على البطاطس. كل ده إحنا لسه على البارد، ما حطيناش حاجة خالص على النار، أهو زي ما أنتم شايفين يعني أنا هاصفّي بقى الطماطم بتاعتي دي على البطاطس، وهتشوفي دلوقتي معايا الكمية عاملة إزاي. طبعًا ده نُص كيلو من الطماطم، وحطيت معاهم كوباية من المَيّة علشان أنا محتاجة الطماطم دي تكون خفيفة، أهو زي ما أنتم شايفين نازلة خفيفة كده على البطاطس، طبعًا عشان ما تحتاجش معايا بقى مَيّة تاني ولا أي حاجة خالص. يعني أنا لمّا جيت حتى أسويها على النار ما احتاجتش معايا مَيّة، لإن من البداية حاطة لها نُص كوباية مَيّة مع مع عصير الطماطم بتاعي. تعالوا نشوف بقى على النار كانت عاملة إزاي. شايفين الجمال، شايفين بتغلي وشكلها تحفة يعني. طبعًا تقدري تسيبيها فيها كمية مَيّة كده كتير أو تنشفيها شوية كمان، ده بتاعتِك أنتِ. السمك ده بالنسبة لي كان كويس جدًا، التُقل ده بتاع الصلصة يعني كان تحفة، وكمان البطاطس زي ما أنتم شايفين تحفة، تحفة، تحفة خطيرة، من غير فرن، من غير أي حاجة خالص، على النار قدام عينيكِ كده جنب باقي الأكل بتاعِك، وطلّعنا أحلى صينية بطاطس ني في ني. أتمنى الفيديو يعجبكم، وأتمنى كمان الوصفة بتاعتي تكون سهلة وخفيفة على بنوتاتي الجمال اللي لسه متابعينّي جداد. يالّا لايك وشير بقى للفيديو، كومنت حلو شجعوني فيه إن الفيديو حلو وإن القناة بتاعتي تكمّل. يا رب تكمل بيكم، ويا رب تفضل منوّرة بيكم العمر كلّه.